السلام عليكم ورحمة الله. بجد اللي ما جربش اللحمة بالطريقة دي فايته كتير، وتعالوا اقول لكم انا اتعلمت طريقة اللحمة دي منين. كان عندنا فرح زمان في الارياف، وكان دايما الطباخ في الارياف بيبقى واقف في وسط الاهل، بقى بنفصص له توم، بننقله فاصوليا، بنناوله اي حاجة، فكان بيبقى واقف في وسطينا. فكنا بنشوف هو بيحط ايه، وانا من ساعة ما شفته هو بيعمل اللحمة بالطريقة دي وعجبتني طعمها، وانا معتمدة الطريقة بقالي حوالي 15 سنة وأنا بعمل اللحمة بالطريقة دي. بجد بيبقى طعمها حلو جدا، وحبة البهاريز اللي تحتيها دي بتبقى طعمها حكاية. وكمان الطريقة دي حلوة ان هي ما بتطولش معانا في الفرن، وكمان بنستفاد بالشوربة بتاعتها ان احنا بنطبخ عليها. يلا بينا نشوف عملنا الجمال ده ازاي النهاردة. مبدئيا كده هنا في طاسة على النار، وهحط هنا معلقتين زبدة كبار، وهستنى لحد لما يسخنوا، ويفضل هنا الزبدة لان هي بتفرق معانا في طعم الوصفة دي. عندي هنا بقى بصلتين كبار مقطعهم جوانح، وعندي جزرتين مبشورين، وعندي فلفل، وعندي هنا مكعبين توم. ده التوم اللي انا كنت مفرزاه معاكم قبل كده. ارجعوا للفيديوهات وان شاء الله هتستفادوا في حاجات كتير حلوة على القناة. هستنى هنا بقى لحد لما السمنة بتاعتي ما سخنت، هنزل هنا بقى بالبصل وهديله هنا تشويحة. انا عايزة البصل بتاعي بس يدبل، مش عايزاه ان هو ياخد لون ولا حاجة. هشوح بقى كده البصل لحد لما يدبل، وبعدين هننزل هنا بقى بمكعبين التوم، وبرضو هتستنى على التوم لحد لما يطلع ريحة مش اكتر. مش عايزين اي حاجة هنا تصفر ولا تاخد لون. نشوحهم بقى بالشكل ده. طبعا التوم هنا خارج من الفريزر، وما شاء الله ما سودش وما اصفرش وما غيرش لونه ولا اي حاجة، زي ما عملناه معاكم. بنطلع ونسحب ونستخدم منه في اي وقت احنا عايزينه. كده خلاص بقى التومة بتاعتنا ريحتها طلعت. هنزل هنا بقى بالجزر، وهنزل بالفلفل، وكمان لو عندك فلفل الوان او فلفل رومي حطي. بس انا هنا ما كانش عندي الا القرن ده، فحسيت ان هو بيحرق شوية، فما حبيتش اكتر علشان خاطر العيال ياكلوا. هنشوح بقى كله كده مع بعضه، وبعدين هنحط هنا بقى التوابل بتاعتنا، وهنديله تشويحة بس كده لحد لما الجزر كمان يدبل. التوابل بتاعتي بقى هنا هحط التوابل، هحط توم بودرة، وهحط بصل بودرة، وهحط بابريكا، وهحط ملح وفلفل اسود، وعندي هنا بهارات لحمة. مش شرط كل التوابل دي، انت لو عندك بس فلفل اسود وكمون وملح بس هيبقى طعمه حلو. واحب اقولك انت لو بتعملي الاكل كده بحب وبنفس حلو، الاكل هيطلع معاكي طعمه حلو، بخلاف واحدة ممكن تكون مكلفة وصارفة وحاطة سمنة بلدي وحاطة جميع البهارات الحلوة، بس الاكل بتاعها ما بيبقاش طعمه حلو، لان الاكل هنا بيفرق ان هو نفس وبيبقى معمول بحب. تمام. يعني مش شرط اي حاجة توابل عندك هنا حطيها. عندي هنا اللحمة بقى استوت خالص كده، هي مستوية سوا كامل. تمام. هديها بقى تشويحة هنا بقى مع الخضار اللي احنا شوحناه، وهسيبها تتقلب كده بقى بتاع 5 دقايق بس على البوتاجاز. وبعدين في الوقت ده بقى هكون مسخنة الفرن ومولعاه من فوق ومن تحت، وهحطها ايه في الرف اللي في النص. باكون مولعة الشواية، مجرد ما بتاخد لون من فوق بقلب اللحمة كلها، وبستنى لما تاخد لون تاني من الطبقة التانية من تحت، وبعدين بنطلعها بقى من الفرن. بجد بيبقى ريحتها وطعمها حلو جدا، وتقدري كمان تكتري الخضار عن كده، لان بجد بيبقى طعمه حلو جدا وبيتاكل، ما فيش حاجة منه بتترمى. كده اللحمة بتاعتنا بقى بعد ما طلعت من الفرن، وهي في الفرن بوريك ان انا بقلبها كده علشان خاطر تاخد لون ذهبي حلو من فوق ومن تحت. وكمان بقى لو في حتة سمينة لما بتتحمر يا سلام بيبقى طعمها حلو جدا. فإن شاء الله جربوا اللحمة بالطريقة دي، وإن شاء الله هتعتمدوها، وبجد الولاد بيحبوها جدا. وزي ما بقولك تقدري كمان تكتري في البصل والجزر والخضار اللي احنا حطيناه الفلفل، لان ده بيديها طعم حلو، وكمان بيتاكل ما بيترماش منه اي حاجة. بيتغمس بالعيش او بيتحط على الرز كده وبيتاكل، بيبقى طعمه حكاية. ان شاء الله جربوها، وان شاء الله تنال اعجابكم. وفايدة الطريقة دي ان احنا عملنا اللحمة ما خدش معانا وقت، وكمان عندنا شوربة طبخنا عليها صينية بطاطس، وعملنا كمان عليها رز بشعرية. وطبعا ما حبيتش اطول عليك الفيديو اكتر من كده. البطاطس عملتها معاكم قبل كده، ورز بشعرية برضو عملناه معاكم قبل كده. وده كده الزيتون اللي انا برضو خزنته معاكم قبل كده. وبجد المشاهدات واقعة خالص، وانا زعلانة منكم علشان ما فيش مشاهدات وما فيش تفاعل على القناة. يعني ما فيش اي تحفيز ان انتوا تشجعوني ان انا اصور وانزل لكم فيديوهات كتير.
فإن شاء الله تفاعلوا معانا، وإن شاء الله تلاقوا كل جديد، وتعالوا كده ندوق مع بعض اللحمة بجد. حتة السمين دي بيبقى طعمها كده بيضرب في النافوخ. طبعا لازم كده بقى جنبيها حبة مخلل أو زيتون من اللي احنا كنا عاملينه، علشان خاطر اللحمة السمينة دي بتبقى جامدة شوية. وبجد اللحمة بالطريقة دي بيبقى طعمها حرفيًا بيبقى حلو جدًا. ونبدأ بقى إن إحنا الولاد بيحبوا ياكلوا كده على الرز البطاطس، وكمان حبة البهاريز اللي هي اتبقت تحت اللحمة دي بيبقى طعمها حلو جدًا. أتمنى تشتركوا في القناة، وتفعلوا الجرس على الكل علشان يوصلكوا إشعار بكل وصفة أنزلها، وعلشان تشجعوني وتحفزوني إن أنا أصور وأنزل لكم وصفات سهلة وبسيطة كتير. وما ننساش إن إحنا إن شاء الله مستمرين وهنكمل معاكم. هننزل الفيديوهات بتاعتنا، هتنزل سبت وتلات وخميس الساعة 6 بإذن الله. أشوفكم على خير، والسلام.